بعد كده بنشوف فور ارمز وهو بيتضرب من كائن اليتي الاسطوري، وبيكون اللي بيتحكم فيه هو دكتور انيمو. المهم بين بيتحول لبرين ستورم وبيسيطر هو على الوحش وبيقبض على دكتور انيمو، وكيفن وجوين بيقدروا يعطلوا القنبله بتاعته. بعد كده بيجي لهم مكالمه من البلامرز وان في كائن فضائي عمال يدمر في المدينه وبيكون شبه السلحفه وبيقعد يدمر ويكسر في كل حاجه لحد ما جوين بتيجي وبتضربه، وبين بيتحول لبيج تشيل وبيدخل معاه في مواجهه، ولما ما بيقدرش عليه بيتحول للالتيميت. المهم بيكونوا قاعدين يضربوا فيه وواضح كده ان السلحفه دي عايزه تقول حاجه لحد ما بيستخدموا شرط البلامرز عشان يفهموه، وبيطلع ان الكائن ده عايز مساعده بين عشان كده كان بيدمر في كل حاجه عشان بس يلفت انتباهه. المهم بين بيقعد يتكلم معاه والكائن بيكون اسمه جالابيجاس. بعد كده بيبتدي يحكي له قصته وانه كان عايش في كوكب هادي ومسالم، ولكن في يوم مشؤوم بيهجم عليهم شخص وبيمتص قوه واحد فيهم وبيقعد يطارد في جالابيجاس لحد ما بيمسكه. بعد كده بياخدوه ويرموه في السجن وبيكون معاه بايفالفين وثلاث فضائيين تانيين. المهم بيقعدوا يتكلموا معاه وبيعرفوه ان اللي خطفهم اسمه اجريجور وانه عايز ياخد قوتهم. بعد كده بايفالفين بيهربهم من السجن وبيرجع لهم قوتهم، وهم بيهربوا بيكتشفوا ان السجن ده موجود جوه سفينه فضائيه، وبسبب كده بينقسموا الفريقين، فريق بيروح يهجم على اجريجور وفريق تاني بيحاول يهرب من المكان. المهم السلحفه كان مع اللي بيهربوا وبيبعت كمان رساله استغاثه للبلامرز، وفعلا في واحد بيجي وبيفتش المكان، واول لما بيلاقي الفضائيين اجريجور بيهجم عليه من ظهره والفضائيين بيهربوا تاني ما عدا السلحفه. المهم وهم بيهربوا بيلاقوا نفسهم تايهين لحد ما بيجي السلحفه وبيخليهم يمشوا وراه، وبيطلع عامل لهم فخ مقابل ان اجريجور يسيبه يروح، ولكن اجريجور بيكذب عليه والسلحفه هو كمان كان بيكذب، وبيهجم على اجريجور وبيساعد الفضائيين عشان يهربوا، وبيركبوا كلهم السفينه وبينزلوا على كوكب الارض وبيقرروا يفتروا عشان اجريجور ما يقدرش يمسكه. وبس هي دي القصه. بعد كده بين بيعرفوا ان هم ساعدوا بايفالفين ان هو يرجع لوطنه وهيساعدوه هو كمان. بعد كده بنشوف جالابيجاس في سفينه البلامرز، ولكن اجريجور بيكون هو اللي سايق وبيقبض عليه هو كمان.